فدائما اقول للطالب مع السادس انه السادس مسؤوليه مو فرديه ابدا، ما كانت مسؤوليه فرديه، هاي مسؤوليتك انت، و راح تحدد مستقبل اشخاص مرتبطين بيك سواء بالوقت الحالي او راح يرتبطون بيك بالمستقبل كاطفال او كعائله او كزوجه او كزوج اذا كانت بنيه. فانه انت ترى امام مسؤوليه يمكن انت ما حاس عليها او ما مفكر بهذا الجانب، فانت لازم تفكر بهذا الجانب، لان هذا الجانب مهم، انه انت تكون مسؤول او تكون يعني مسؤول عن امر ما يخصك وحدك انت. شويه تحس بمستوى اعلى من المسؤوليه، تحس بمستوى اعلى من الاجتهاد والشغف والحماس من تشوف انه اكو اشخاص ينتظرون نجاحك، وبنفس الوقت اكو ناس ممكن تنتظر فشلك، هذا امر طبيعي، فبالتالي انت لازم تثبت العكس. فالسادس مسؤوليه كبيره، انت لازم تكون قدها وان شاء الله قدها، ويعني على وشك انه انت اذا تشوفني نص السنه فهي نص السنه، يعني بعد نصف السنه ترى شهر زمان وتبدي تراجع. واذا انت تشوفني بليله الامتحان فما احتاج اي تعليق بعد، انت تشوفني انت يعني خلاص انت على وشك انه تختم مرحله مهمه من مراحل حياتك، وان شاء الله يا رب تتوفقون بما راح يكون بعد السادس من جامعه او من عمل او غيره.